عمرك سألت نفسك سؤال غريب شوية؟ ليه الشخص الطيب اللي بيهتم، اللي بيرد بسرعة، اللي دايما موجود هو أكتر واحد بيتساب؟ وليه الشخص التقيل اللي بيرد بعد يومين، اللي مش بيبان مهتم، اللي دايما عامل نفسه مشغول، هو اللي الناس بتتعلق بيه وبتجري وراه؟ هل ده حظ؟ ولا الناس بقت بتحب القسوة؟ ولا الطيبة بقت ضعف؟ خليني أقولك الحقيقة اللي ممكن تصدمك. الموضوع مش حظ، الموضوع علم نفس. في حاجة اسمها قانون الندرة. قانون الندرة ببساطة بيقول كل ما الحاجة تبقى نادرة قيمتها بتعلى في عين الناس، وكل ما تبقى متاحة طول الوقت قيمتها بتقل. خليني أديك مثال بسيط جدا. لو قلتلك في موبايل موجود في كل حتة، متوفر في كل المحلات وسعره ثابت، وفي موبايل تاني بينزل مرة في السنة وأول ما ينزل بيخلص في 10 دقايق، حتى لو الاتنين نفس الإمكانيات هتحس إن التاني أغلى وإنه مميز. نفس اللي بيحصل في العلاقات. الشخص الطيب دايما متاح، لو اتصلت بيرد، لو احتجته بيجي، لو زعلته بيسامح، لو تجاهلته يستحمل، لو غبت عنه يفضل موجود. في البداية ده بيبان حب، بس مع الوقت بيحصل شيء أخطر. عقل الإنسان يبدأ يحس إن وجود الشخص ده مضمون، وكل حاجة مضمونة للأسف قيمتها بتقل. مش لأنك قليل، لكن لأن دماغهم اتعودت عليك. إنما الشخص التقيل مش بيرد بسرعة، مش بيظهر طول الوقت، مش بيقول كلام حب كتير، مش واضح هو مهتم ولا لأ. وهنا العقل يدخل في حالة نفسية اسمها الخوف من الفقد. تحس إن الشخص ده ممكن يختفي في أي لحظة، فتبدأ تفكر فيه أكتر، تراقبه أكتر، تجري وراه أكتر، وتحس إنك لازم تكسبه. وهنا اللعبة النفسية بتبدأ. دماغ الإنسان متبرمجة إنها تطارد اللي بيهرب، مش اللي بيجري وراها. وفهم النفس فيه حاجة اسمها تأثير التحدي. إحنا بنحب الحاجة اللي محتاجة مجهود، بنحب اللي نحس إننا كسبناه بصعوبة، مش اللي جالنا بسهولة. الشخص التقيل بيخلق إحساس بالتحدي، إنك لازم تثبت نفسك قدامه، إنك لازم تعمل مجهود عشان تاخد اهتمامه. فتبدأ تحس إنك لو خدت حبه كأنك كسبت جايزة. أما الشخص الطيب هو موجود، جاهز، مستني. مفيش منافسة، مفيش خوف، مفيش إثارة. ومع الوقت الاهتمام ده يتحول في نظر الطرف التاني لحاجة عادية. خليني أقولك على نقطة أخطر. في حاجة اسمها في علم النفس نظرية القيمة الاجتماعية. الناس بتقيمك على حسب إحساسهم إنك مطلوب قد إيه. الشخص التقيل دايما بيبان إنه عنده بدائل، عنده أصحاب، عنده حياة، مش فاضي طول الوقت. وده بيدي رسالة غير مباشرة: أنا مطلوب. إنما الشخص الطيب ساعات بيغلط غلطة قاتلة، بيخلي حياته كلها حوالين شخص واحد، يبين إنه مستني الرد، يبين إنه مشغول بالشخص ده وبس. وده بيبعت رسالة عكسية: أنا ما عنديش غيرك، حتى لو ده مش حقيقي. اللي بيتفهم من بعيد إنك محتاج. والمشكلة إن الناس بتنجذب للرغبة مش للاحتياج. خليني أقولك جملة لو فهمتها حياتك هتتغير. في فرق بين إنك تحب وبين إنك تحتاج. الاحتياج بيضغط، الرغبة بتجذب. الشخص اللي بيبالغ في الاهتمام بيبان محتاج، الشخص اللي بيحافظ على نفسه بيبان قوي. عشان كده ناس كتير بتجري ورا الشخص التقيل، مش لأنه أحسن، لكن لأنه بيبان مش محتاج. بس خليني أكون صريح معاك، مش كل تقيل جذاب. في ناس تقيلة لأنها بتلعب ألعاب نفسية، وفي ناس تقيلة لأنها ببساطة مش مهتمة. أيوة، الحقيقة المؤلمة أحيانا الشخص التقيل مش مميز، هو بس مش مهتم. لكن دماغك بيعمل خدعة خطيرة، بيخليك تخلط بين قلة التوفر والقيمة العالية. زي لما تدخل محل وتلاقي لافتة مكتوب عليها آخر قطعة، حتى لو الحاجة مش عاجباك بتحس فجأة إنك لازم تشتريها. نفس اللي بيحصل في المشاعر. كل ما تحس إن الشخص ممكن يختفي تتمسك أكتر، وكل ما تحس إنه موجود تطمن بزيادة. وهنا بقى ندخل في أعمق نقطة. ليه في ناس بتتعلق بالتقيل أصلاً؟ لأن التقيل أحياناً بيكون مألوف. إزاي يعني مألوف؟ لو شخص اتربى في بيت فيه تجاهل،
أب مشغول، أم باردة، حب مشروط، اهتمام على حسب المزاج. عقله اتبرمج إن الحب لازم يكون صعب، إنه لازم يتعب عشان يتحب، إن القبول لازم يتاخد بعد معاناة. فلما يكبر ويقابل شخص تقيل يحس إنه رجع لبيئة مألوفة حتى لو كانت مؤذية. وده اسمه في علم النفس إعادة تمثيل النمط، يعني بنكرر نفس نوع العلاقات اللي تعودنا عليها حتى لو غلط. عشان كده تلاقي حد يقول مش عارف ليه كل اللي بحبهم بيطلعوا تقال. لأنك مش بتختار بوعيك، انت بتختار بجرحك. ونرجع لنقطة تانية مهمة، ليه الطيب ساعات بيبقى غير جذاب؟ لأن بعض الطيبين بيكونوا طيبين بدافع الخوف مش بدافع القوة. في فرق بين واحد طيب لأنه قوي ومش محتاج يأذي حد، وواحد طيب لأنه خايف يتساب. الأول جذاب، التاني بيبان محتاج. والناس للأسف بتجري من الاحتياج مش من الطيبة. وفي علم النفس كمان في حاجة اسمها نظرية الارتباط أو attachment theory. في 3 أنماط مشهورين: النمط الآمن، النمط القلق، النمط التجنبي. الشخص القلق دايما خايف يتساب، فيزود اهتمامه، يسأل كتير، يطمن كتير، يفكر كتير. الشخص التجنبي يخرب يقرب، فيبعد، يتقل، يغيب، يتحفظ. والمصيبة إن الاتنين بينجذبوا لبعض زي المغناطيس. القلق يجري ورا التجنبي، والتجنبي يحس إنه مرغوب، والدايرة تفضل تلف وتفضل تعيد نفس الألم. أما الشخص الآمن لا بيجري ورا حد ولا بيهرب من حد، هو واضح، ثابت، مهتم، بس عنده حدود. بس للأسف العلاقة الهادية مش دايما بتبان مثيرة. ناس كتير بتتلخبط بين الهدوء والملل، وده سبب إن ناس كتير بتضيع الشخص الصح وتجري ورا الشخص الغلط. وبعدين تقول الحب وجع، بس الحب مش وجع، الاختيار الغلط هو اللي بيوجع. خليني أقولك حقيقة صعبة، انت مش بتتعلق بالشخص التقيل، انت بتتعلق بالنسخة اللي دماغك رسمها له. بتتعلق باحتمال مش بحقيقة. بتقول يمكن يتغير، يمكن يهتم، يمكن يختارني، يمكن أنا اللي هكون الاستثناء. وده أخطر نوع تعلق، لأنك بتعيش على وهم. وعارف ليه الوهم ده بيطول؟ عشان دماغك بتكره تحس إنها خسرت، فتفضل تحاول وتحاول وتحاول. مش لأنك بتحبه، لكن عشان تثبت إنك كنت صح لما اخترته. وده اسمه sunk cost fallacy. يعني كل ما تستثمر أكتر في حاجة غلط، كل ما يبقى سهل تسيبها. وتفضل تقول أنا استحملت كتير، أنا ضحيت كتير، مش هسيبه بعد كل ده. بس الحقيقة كل ما تكمل بتخسر أكتر. وأصعب لحظة في حياة أي إنسان مش إنه يتحط في علاقة مؤذية، أصعب لحظة إنه يعترف إنه كان بيحب لوحده، إنه كان اللي بيبادر، اللي بيسأل، اللي بيطمن، اللي بيصلح، اللي بيخاف، والتاني واقف بيتفرج. وفي ناس كتير ما بتحبش الشخص اللي بيحبك، هي بتحب إحساس إنها مرغوبة، بس مش بتحب الشخص نفسه. عشان كده اللي يحبك بجد عمره ما هيخليك تحتار. الحب الحقيقي واضح، مش محتاج تحليل، مش محتاج مراقبة، مش محتاج تفسيرات. الحب الحقيقي مش بيخليك تقلق، بيخليك تطمن. مش بيخليك تحارب عشان تثبت وجودك، بيخليك تحس إن وجودك لوحده كفاية. فتيجي هنا بقى للسؤال الأهم، هل الحل إنك تبقى تقيل ولا تبطل تبقى طيب؟ الإجابة ولا ده ولا ده. الحل إنك تبقى نادر من غير ما تبقى بارد. تبقى موجود بس مش 24 ساعة. تهتم بس من غير ما تلغي نفسك. تحب بس من غير ما تستجدي. تدي بس بحدود. خلي عندك حياة، خلي عندك شغل، خلي عندك أهداف، خلي عندك كرامة. مش عشان تثير غيرة حد ولا عشان تلعب ألعاب، لكن عشان تحترم نفسك. الناس بتحب اللي حاسس بقيمته، الناس بتحترم اللي وقته ليه تمن. واوعى تفتكر إن الطيبة مشكلة. المشكلة إنك تكون طيب من غير حدود. لأن أقوى حاجة في الدنيا مش إنك تبقى تقيل، أقوى حاجة إنك تبقى إنسان واضح وقيم ومش سهل يتاخد وجوده كأمر مسلم بيه. خليني أقولك أخطر نقطة في الموضوع كله،
انت عمرك ما هتكسب حد لو كنت بتحاول تكسبه على حساب نفسك. أكتر حاجة بتقتل جاذبيتك إنك تكون مستعد تعمل أي حاجة عشان حد يختارك، لأن اللحظة اللي بتقرر فيها إن سعادتك متوقفة على وجود شخص معين، قيمتك في عينه بتبدأ تقل، مش لأنك قليل، لكن لأن الإنسان بطبعه بينجذب للقوة النفسية، والقوة النفسية مش صوت عالي ولا برود مصطنع ولا تجاهل متعمد. القوة إنك تقول أنا عايزك بس مش محتاجك عشان أعيش. ما تضيعش عمرك مع حد بيخليك تحس إنك اختيار. أنت مش اختيار، أنت قيمة. ولو حد مش شايف قيمتك، ده مش معناه إنك قليل، ده معناه إنه مش مناسب ليك. ما تغيرش قلبك عشان ناس غلط. خليك طيب بس خليك غالي. خلي وجودك ليه وزن. كلامك قليل